أهلا وسهلا بكم في بوابة العوالم الخفية. مرحبا يا أبناء برج القوس. في طاقة جاية من بعيد، طاقة ما بتعرفش تمشي في خط مستقيم زيك تماما، بس الغريب إن المرة دي السهم بيرتد لورا. لو حاسس إنك واقف في نص الطريق، مش قادر تكمل، مش عارف ترجع، اعرف إن الكون بيعيد ترتيب الخرائط. إحنا على أعتاب مرحلة جديدة، بس لازم نسأل الأول: مين أنا فعلا؟ وهل الطريق اللي أنا فيه بيشبهني؟ الفترة الجاية فيها كشف، فيها رحيل، فيها رجوع الروح الحقيقية بعد ما كانت هي في أراضي ناس تانية. يلا نبتدي. أول ما لمست الكروت حسيت إنه فيها ريح داخل من الشباك ما اتفتحش من سنين، كأنه فيه طراوة كده. بس لما طلع لي عجلة الحظ حسيت وشي بيسخن. برج القوس، العجلة بدأت تدور وانت فوق ولا تحت. الكون بيقول جاهز للفة الجاية. في تغيير، بس مش تغيير صغير، في نقلة في حياتك، من فكرة لفعل، من تأجيل لحركة. حاسس انه الدنيا بتتحرك غصب ولا لسه بتقاوم؟ اكتب لي تحت انا في العجلة عشان نكمل الرسالة سوا. شوف برج القوس والحب والعلاقات. هنا الكروت بتهمس: ما تبقاش حتة من حد وانت اصلا كلك. كارت 2 of cups طلع من وراه اوكي، لسه فيه هنا تفسير. اوكي، طلع لي كارت الفول و 2 of cups. اوكي يا قوس، في حب جديد، احتمال في شخص راجع. اظن ممكن، بس الاكيد انت على وش انك تبدأ من جديد، بس لازم تختار من مكان حر مش مكان ندم. لو كنت بتفكر ترجع لشخص، اسأل نفسك: هو بيحبني ولا بيحب الشعور اللي بياخده مني؟ في طاقة نار في قلبك، حاسس بيها؟ اكتب لنا النار. انت النار دي يا قوس، خليها ترشدك مش تحرقك. اكتب لي تعليقك يا قوس، انت حاسس بكده ولا لا؟
اوه، ماجيشن. اوكي، عارفين اول ما طلع لي الكارت ده حسيت طاقة قوية جدا في ايدي. ده مش وقت الخطأ، مش وقت الحط، ده وقت المهارة. عندك ادوات، عندك فكرة، عندك احساس، بس مستني ايه؟ الورق بيقول اللي بتدور عليه في ايدك اصلا. في شغل، في مشروع، في باب قديم هيتفتح، بس محتاج تقول لنفسك انا استاهل. شايفة رقم 3 بيتكرر؟ لو حسيت بيه اكتب لي الفرصة رقم 3 عشان تعرف هي جاية منين. اكتبوا لي تعليق لو حسيت بالطاقة رقم 3. في حاجة جواكم، في حاجة حصلت ليك، دي الفرصة الثالثة. هنا في روحانيات وبعد غيبي. القراءة دي فيها روحانيات وأبعاد غيبية. Temperance. ده كارتك يا قوس. انت دلوقتي في لحظة توازن رهيبة بين ماضي يشدك ومستقبل بيقولك تعالى خد خطوة. لو كنت بتحلم طريق تمشيها، أماكن بتزورها، جمل تسمعها كأنها مرسلة ليك بالذات، اعرف إن الروح بتحرضك لشيء كبير. انت معلق بين عالمين، عندك القدرة تختار أي كفة تميل. يا برج القوس، انتم روحانيين بدرجة كبيرة قوي. انتم بتشوفوا حاجات غريبة، تحلموا أشياء أغرب. لو حلمت بحاجة ممكن تكتبها في ورقة، افتكرها، عشان الحاجات اللي احنا بنحلمها دي بتبقى رسائل. لو صحيت نص الليل وافتكرت حلم غريب حصل معاك، اكتبه، سجله فويس نوت، اي حاجة، والصبح اسمعه تاني. واقول لكم لو انتم حلمتوا بحاجة غريبة زي كده اكتبوها لي، انا هفسر لكم معنى الحلم ايه، لان الرسالة مش هتتكرر مرتين، ممكن تجيلك مرة في العمر. هنشوف الكون هيقولك ايه يا برج القوس. رسالة من الكون يا برج القوس. يا قوس، الكون بيقولك استنى الفرصة. الكون بيقول كن أنت الفرصة. لو حسيت الورق لمسك ممكن تشترك في القناة واكتب لي تحت أنا نقطة البداية. اتأكد إن القراءة الجاية هتكمل القصة اللي بدأت من أول لحظة قلت فيها أنا تعبت من الانتظار. خليك إيجابي وخليك مصدر إلهام للناس، عشان انت مش قليل يا قوس. ما تفضلش حاطط ايدك على خدك ومستني الفرصة.
لأن كل حياتك فرص، وحاول انك تستغلها قبل ما الفرص دي تخلص او تضيع. امسك فيها بقوة، بالنسبة للشغل، بالنسبة للحب، بالنسبة لبدايات جديدة. ما تفضلش معلق نفسك بماضي او واقف ومستني وانت بتشوف حياتك بتعدي قدامك وانت مش مستغل حاجة، انت مش واخد منها حاجة. كل فرصة ليك اتشبث بيها. كده القراءة خلصت، وشكرا لأنكم وصلتوا معايا لحد هنا. ولو حسيت ان القراءة دي ليك، ممكن تعمل لي اشتراك واعجاب وحط لي تعليق. ممكن برج قوس تاني محتاج يسمع القراءة وتكون انت السبب. شكرا ليكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.